السلام عليكم. ان شاء الله النهارده معانا سيكشن 2 في كورس linear algebra tutorial. هناخد النهارده ان شاء الله equations او المعادلات. معادله يعني عندي كذا متغير ما بينهم لينك او ما بينهم علاقه، حاجه بتربطهم. عندي نوعين من الايكويشنز، اما معادلات خطيه linear او معادلات غير خطيه non linear equations. مثال على كده الواي بتساوي الاكس، المعادله الداله المشهوره الواي بتساوي الاكس، والنون لينير الواي بتساوي اكس سكوير دالة تربيعية. طيب ناخد مثال جبري في متغيرين اكس بلس 2 واي دالة في متغيرين، او اكس سكوير بلس اي اوف اكس اكسبوننشال ودالة أسية نون لينير. ده كده امثلة لللينير والنون لينير ايكويشنز. تمام، احنا طبعا كل شغلنا على اللينير ايكويشنز، وهناخد حاجة اسمها system of linear equations. كلمة system معناها ان انا عندي كذا معادلة مع بعض، فبيبقى عندي نظام من معادلات بسميه سيستم. النظام بتاعي بسميه سيستم، بيبقى عبارة عن كذا معادلة مع بعض ما بينهم لينك بحيث ان انا اجيب المشترك. الشكل بتاعها بيكون a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 plus an xn بتساوي bn، بحيث ان ال a دوت ثابت وال b ثابت وال x دوت متغير، وال n ده طبعا هو عدد الأعمدة او من الاخر عدد الاكسات اللي موجودة في المعادلة. لو هناخد شكل السيستم، فالسيستم يعني عندي كذا معادلة، فبالتالي المعادلة الأولى هنسميها a11 x1 plus a12 x2 plus a1n xn بتساوي b1، بحيث ان ال1 ده تمام اللي هو بتاع البي او بتاع a11 اللي هو عبارة عن ايه؟ الصف والعمود، الصف والعمود، والn ده اللي هو عدد الأعمدة. وبعد كده كذا صف كذا صف كذا صف لحد الصف الأخير اللي هو am1، ده معناها الصف الأخير، m ده يرمز إلى الصف الأخير، تمام، 1 ده اللي هو العمود الأول، بعد كده am2 اللي هو m اللي هو الصف الأخير العمود الثاني، amn اللي هو الصف الأخير العمود الأخير، xn طبعا ده اللي هو إيه؟ العمود الأخير، تمام، bm اللي هو العنصر بتاع الصف الأخير، تمام، العامل المطلق يعني. ده طبعا شكل الماتريكس اللي ان شاء الله هناخده الحلقه الجايه بالتفصيل. ناخد مثال بسيط يوضح الدنيا. على سبيل المثال لو عندي 2x1 بلس 3x2 بلس 4x3 ده كده بيساوي 5، دي كده معادله في 3 مجاهيل x1 x2 x3. 3x1 بلس 2x2 بلس 5x3 ده كده بيساوي 7، برضو معادله في 3 مجاهيل. x1 بلس x2 بلس 9x3 ده كده بيساوي 0. طبعا ده عندي نظم 3 معادلات في 3 مجاهيل. ان شاء الله هناخد طريقه حلها الحلقه الجايه. طبعا ده سيستم لانه كذا معادله، لينير لان المعادله عندي هنا نوعها خطيه، مفيش فيها داله تربيعيه داله اساسيه الحاجات دي كلها. وطبعا نظم 3 في 3 لان عدد الصفوف 3، عدد الاعمده 3، m n 3 في 3. So how can we get x1 x2 x3؟ ان شاء الله هناخد الحلقه الجايه طريقه حل هذه المعادلات، ولكن خلينا ناخد مثال بسيط على معادلتين في مجهولين. تمام، على سبيل المثال المجهولين دول x y، x plus y equal 3 y minus x equal 5. طبعا تعالى نحل حاجة زي كده بشكل جراف بحيث الدنيا توضح معانا. عشان احلها بشكل جراف طبعا المعادلة الأولى دي بترمز إلى شكل متجه، عشان أرسم المتجه ده فبالتالي هناخد التقاطع مع السينات والتقاطع مع الصادات. التقاطع مع السينات يبقى الواي بتساوي 0، يبقى إذا x بتساوي 3، هناخد عندها كده نقطة، تمام. بعد كده هنجيب التقاطع مع محور الصادات اللي هو الواي، فبالتالي هنخلي الاكس بتساوي 0، يبقى اذا الواي من المعادله الاولى بتساوي 3، بالمثل مع المعادله الثانيه يبقى اذا الواي بتساوي 5، الاكس بتساوي سالب 5. تمام، ده كده الرسمه بتاعت المتجه الثاني. عايزين نجيب نقطه التقاطع عشان نجيب الحل بتاع المعادلتين دول. لو هنحلها جبريا فبالتالي هنجمع المعادلتين، يبقى الاكس هتروح مع ماينس اكس، يبقى 2 واي بتساوي 8، يبقى اذا على الاثنين الواي بتساوي 4. هنعوض في المعادله الاولى بقيمه الواي بتساوي 4، يبقى اذا اكس بلس 4 بتساوي 3، يبقى اذا اكس بتساوي سالب 1. طبعا كلام عبيط وكلام اكيد انت فاهمه يعني، تمام. طبعا نقطه التقاطع دي بانت عندنا خلاص. This type of solution is called one solution، يعني ده الحل الوحيد. Let's get all types of solutions. خلينا نعرف كل انواع الحلول الموجوده عندي بما ان احنا عرفنا الحل الوحيد. all types of solution، ايه كل انواع الحلول اللي عندي؟ بديهي جدا ان انا يكون عندي حل او ما عنديش حل، تمام، اللي هو consistent او inconsistent. يبقى عندي اما one solution، اما infinity solutions، infinity many solutions، تمام، او ما يبقاش عندي حل خالص. ما يبقاش عندي حل خالص اسمها inconsistent system، تمام، المسمى ده مهم. انما يكون عندي حل سواء وحيد او infinity يبقى اسمه consistent system، تمام. طيب one solution معناها ان انا عندي intersect at one point only، ما ينفعش يبقى اكتر من نقطة، سواء مستوى او سواء عندي خط،
تمام، سواء مستويات او متجهات. اوكي طيب انفينيتي مين سوليوشن معناها حاله تطابق، ان انا عندي متجهين سواء واحد اكبر من التاني او مستويين سواء واحد اكبر من التاني، بس الاثنين فوق بعض، الاثنين فوق بعض سواء واحد اكبر من التاني، الاثنين فوق بعض. شكلها جبريا اعرفها ازاي؟ ان بيكون عندي واحد ملتبلايد باي فاكتور، يعني دايما بيكون عندي كومن فاكتور، زي x بلس y بتساوي 3، 2x بلس 2y بتساوي 6. طبعا في كومن فاكتور اللي هو الاثنين ما بين المعادلتين. تمام، بيكون في حاله تطابق. طبعا الكلام ده انت المفروض عارفه من الفراغيه بتاعت سنه ثالثه. تمام، كلام بديهي جدا يعني. طيب نبص على النو سوليوشن. نو سوليوشن معناها ان مفيش تقاطع، لان كلمه تقاطع في السوليوشن لما يكون عندي تقاطع واحد حل واحد، تقاطع كتير يبقى حلول كتير، يبقى مفيش تقاطع يبقى مفيش حلول، يبقى اذا في حاله بارل او في حاله توازي. تمام، بالنسبه لشكلها جبريا بقى، فعلى سبيل المثال مثلا لو عندي x بلس الواي بتساوي 3، x بلس الواي بتساوي 1. طبعا مفيش من المنطق حاجه اسمها كده، ما ينفعش مثلا اقول لك ايه، ما ينفعش اقول لك احمد بيساوي 2، احمد بيساوي 3. تمام، لا هو اما احمد ب2 اما احمد ب3. يبقى ما ينفعش متغيرين بيساوي حاجه بعد كده نفس المتغيرين دول بيساوي حاجه تانية. ما ينفعش اجيب لك لينك ما بينهم، مفيش، مستحيل. تمام، ده كلام لا يعقل. ما ينفعش اقول لك اكس بتساوي 3 اكس بتساوي 5 في نفس المعادلتين. تمام، ده ما ينفعش، لازم يكون حل وحيد، حل وحيد او يكون عندي عدد لا نهائي من الحلول في حاله التطابق. ناخد كده كويز بسيط جرافيكالي بشكل بياني find the solution للانترسكشن بتوع المعادلتين دول. 3x بلس الواي بتساوي 3، x بلس 2y بتساوي 1. يا ريت توقف الفيديو، وقف الفيديو وحاول تحل، وقف وحاول تحل. ده كده شكلها على برنامج ديموس للتوضيح يعني. هسيب لك ان شاء الله لينك في الوصف لو عايز تستخدم. طبعا نقطة التقاطع هي 1 و0.